المجرة البرازيلية، والبرازيل تواجه باراغواي في أولى مباريات الدور ربع النهائي. المباراة تأتي في وقت متأخر عند الساعة 3:30 في توقيت مكة المكرمة للسهارة، للي يحبوا السهر في يوم الجمعة المبارك، اللي سهرانين الآن على أساس يتابعون مباريات كوبا أمريكا. عشاق البرازيل، محبي البرازيل في العالم أجمع يتتبعون مباراة البرازيل اليوم، يتتبعون مصير البرازيل اليوم، ومن عشاق الأرجنتين يتتبعون مباراة اليوم، لأن العالم كله الآن يتحدث عن إمكانية حدوث مواجهة كبيرة ما بين البرازيل والأرجنتين. إن فازت البرازيل اليوم على باراغواي وإن تأهلت الأرجنتين إلى الدور نصف نهائي، فمن لا محالة من لقاء العملاقين البرازيل والأرجنتين في الدور نصف نهائي. لكن بينما يحدث ذلك، باراغواي قد 9:30 في مدينة، ومن عشاق الأرجنتين يتتبعون مباراة اليوم مثلا في مباراة اليوم، ولباراغواي الدقيقة الثالثة، ولصاحب الضيافة والأرض اللي يقوم بمحاولة أولى، ولكن الكرة استقر من اللاعبين. واحد منهم ريجاريلسون واصيب بمرض بسيط، لكن قد يتمكن مثلا مشاركة في الأيام القادمة، لا أعلم إن تأهلت البرازيل. حكم المباراة في هذا الصباح في مساء البرازيل عند البرازيل والأرجنتين. لا تخاف يا أحمد، ممكن جول، ممكن بمرض اللي هو ريجاريلسون. هي المحاولة الثالثة للمنتخب البرازيلي. يا أخي والله الدور نصف النهائي متوقع إذا صارت باراغواي بدل المنتخب البرازيلي. المحاولة الثالثة تقدم في الجهة اليسرى، ولكن الكرة المقطوعة صافرة، وبالتالي إلى خطأ في مصلحة منتخب باراغواي. هذا مدرب يعني تخرج الأرجنتين ممكن، باراغواي تخرج البرازيل ممكن، ولكن الترشيحات أعتقد لو حدثت أمنيات المتتبعين المحايدين على وجه التحديد ريز غونزاليس بالابوينا البرازيلي برده جابرييل جيزوس يتقدم يخوض المحاولة والجيل بيسجل الجول الأول التي تنقضي. ما في لاعب طارق، يمكن اليوم تأتي أهداف وسقوط على أرضية الملعب، كرة ما فيها شيء. جابرييل يجيبون الجول الأول دائما في الجهة اليسرى اللعبة الرأسية، ومرة أخرى سجل هدفين في كوبا أمريكا سنتين. وصلت الكرة خطيرة ممكن وحاضرة، والكرة المشتركة وخطيرة. الله 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 الله، أليسون ينقذ الموقف، أليسون ينقذ في البرازيل. حاولت مهاجم المنتخب البرازيلي لكن طول الكرة، بالتالي انتهت محاولة البرازيل. تعود من جديد داني ألفيش يتقدم، والنكهة الهجومية الواضحة عند الكبير داني ألفيش اللي يتقدم. محاولة المنتخب البرازيلي لكن إلى صافرة تخطف هدف في الشوط الثاني. كل الاحتمالات واردة، لأن ما في أفضلية. أنت وين الأفضلية تحققها؟ تحقق الأفضلية إذا تسجل الأهداف. هنا مع الزميل العزيز أيمن جادة والزملاء الآخرين. محاولة المنتخب البرازيلي الآن، الكرة إلى الأمام تسقط وتصل سهلة عند حارس المرمى. أتمنى ولا يرغب أن تفوز الأرجنتين أو أوروغواي على أرض بلقب، بالذات الأرجنتين. والحقيقة أن يوم المباراة النهائية الأرجنتين وألمانيا كلنا لم نستطيع النوم، لأن البرازيليين استخدموا مكبرات الصوت وما إلى ذلك لإزعاج المنتخب الألماني اللي من سوء حظ في أنديتهم في الدوريات في البطولات. محاولة البرازيل، بلنتي 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 بلنتي، ضربة جزاء ما يبي لها فار ولا يبي لها أي شيء آخر. ضربة جزاء محتسبة لمصلحة البرازيل، من صالحنا احنا الحقيقة كمتتبعين أن يتغير البحث عن العمق في اتجاه ميجوريني، ولكن التغطية الدفاعية والتسديدة بعيدة باليسرى، بعيدة تماما، عالية من قلب الهجوم ريكاردو ميجوريني. وبالتالي أمامك الآن ممكن داني ألفيش، حتى ممكن داني ألفيش، ممكن كوتينيو.
الضربة الحرة المباشرة للبرازيل، فرصة تسجيل الجول الأول، والفرصة لا زالت متاحة لنا في حالة طرد الآن. نقطة تحول تكون في المباراة، يستفيد منتخب البرازيل من الضربة الحرة المباشرة. شكل أن داني ألفيش ربما يسدد. داني ألفيش، كوتينيو، واحد من الاثنين يتقدم. الله، مرت على بالغوينا مدافع منتخب باراغواي. تبقى فرصة البرازيل، انلعبت إلى الأمام ولا زالت خطيرة التسديدة، وتبقى خطيرة أيضا. كوتينيو يتقدم ويسدد، ومرة أخرى دربكة تحدث أمام منتخب باراغواي. دقائق عند الدقيقة 62 63 النقص العددي أكيد أنه مؤثر، وبالتالي تأتي محاولة البرازيل. هذا المنتخب بعد أن خرج من بطولة كأس العالم مثلما خرج الكبار في روسيا أصبح تحت الضغط الهائل. يا أخي مش ممكن وأنت تلعب على أراضيك، على الأراضي البرازيلية بذكريات الألية. يعمل المفاجأة ويخطف هدف. التسديدة حاضرة، لكن أليسون من هذا المكان صعبة. تصل منتخب باراغواي مرة أخرى، الفريق الذي لاقى منتخب قطر وتعادل معه بهدفين لهدفين، يتعادل مع البرازيل، والبرازيل تتعرض الآن لمحاولة تقدم لاعب المنتخب البرازيلي. تبدأ المحاولة في الجهة اليسرى، اللعبة من اللاعب البديل ألكساندرو إلى الأمام. تحولت برازيلية في غاية الخطورة، تحولت مرة أخرى إلى داني ألفيش يلعبها إلى الأمام. الرأسية حاضرة ومتواصلة لمصلحة المنتخب البرازيلي، ولكنها مقطوعة. تبقى محاولة البرازيل، يمكن جول. لا والله مرة بارز حتى في هذه المباراة، ما في نجوم. يعني داني ألفيش مجهود كبير لا شك في الجهة اليسرى دفاعا إلى 32، لكن لغاية الآن البرازيل لم تسجل الجول الأول. وشكل البرازيل في أي لحظة من اللحظات حتى في هذه المحاولة الكرة المشتركة لكنها مقطوعة. تبقى محاولة البرازيل، استقبال جيد ومرة أخرى تقدم إلى الأمام، ولكنها حاصر أكثر وأكثر. شوف انت الان تصور ال 22 دقيقة القادمة محاولة البرازيل التسديدة، ولكنها تصبح مفردة، والنقص العددي اللي يتأثر في أداء منتخب باراغواي، ولكن بدون نتيجة. المرور الناجح والكرة اللي تحول، ممكن جول. التسديد يرفضها حارس المرمى جاسيت. كانت البطلة وفي تلك السنة بعدد النقاط. البرازيل وأمام المرمى، الله يعني تكون أكثر. وصلت إلى وليان المنتخب البرازيلي، وليان المهاري، وليان يتقدم يتلاعب يرجع الكرة. البرازيل مرة أخرى الرأسية، ولكنها مرة وليان ويصل بالكرة إلى الأمام. البرازيل لو عطاه بالفعل. التسديدة غير مأمونة، ممكن باراغواي تعملها. وصلت المنتخب البرازيلي في استفسار واضح من مدافعي منتخب باراغواي. مرة أخرى في الكرة في الجهة اليسرى. البرازيل تدافع الآن. الضربة الحرة انلعبت. الله، أحلى من كذي ما في. التمريرات الجميلة، لكن وين المهارة؟ لا حملت التسديدة. وقد وصلت المباراة حتى إلى الدقيقة 96، وربما تكون الفرصة الأخيرة للبرازيل. من ينقذ البرازيل في هذه التسديدة؟ وتقدم جوميز وأليسون في المرمى. الله، قوية. وليان يتقدم قويا عن في المرمى. ينجح وليان وتتقدم يتقدم الميرون. جول. الميرون يسدد الضربة الترجيحية الثانية والجول أمامك. تقدم لاعب باراغواي يسد. ما لا تسد. الثالثة كوتينيو يتقدم يتراجع، والوسط الأعصاب مشدودة للغاية. الله، قوية خلاص. ماجاسيتو فيرمينو يتقدم. الله، المرمى وغونزاليس يتقدم. الله، الآن جيزوس يسدد خلاص.